السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين فينا ما بيستناش المانجا تظهر؟ كلنا بنحبها وبنعشقها، وأول ما بتطلع بنجري جري نجيب الزبدية ونخزنها. بس بقى طلع ده غلط، في أنواع تانية أحسن من الزبدية مفروض بنجيبها ونخزنها، والكمان ليها وقت معين للتخزين مش أول ما بتطلع. تعالي بقى أقولك في الفيديو ده على أحسن وقت تخزيني فيه المانجا وأحسن نوع. بس قبل ما نبدأ، لو انتي أول مرة تشوفيني تعالي اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة، أول نوع حلو في تخزين المانجا الزبدية طبعا، بس قبلها في نوع اسمه الكيت دوت بيبقى نوعه افضل لانه بيبقى كله لحم، وكمان بتبقى البذره بتاعته صغيره قوي، واحسن من الزبديه في انه ما فيهوش الياف زي الزبديه. يعني في العصير في الحلويات ما بيبقاش فيه الالياف اللي بتدخل بين السنان دي وتضايقنا. طيب جبنا المانجا نغسلها كويس قوي قوي، هنقطعها كده تكون قطع موازية للبذرة اللي فيها. وبعدين هنعمل ايه في البذرة؟ مش هنرميها، يا اما تديها لولادك ياكلوها، او انك تطلعي كل اللي فيها بسكينة او بمعلقة عشان تستعمليه في العصير. وبعد ما نخلص كل الكمية المانجا اللي معانا، في بقى طريقتين ان احنا نخزن بيها المانجا. اول حاجة ان احنا نحطها في كيس كده نضيف، كيس بلاستيك، وتحطي على حسب الكمية اللي انت بتحتاجيها في العصير. عايزة تحطي معاها سكر او ما تحطيش، ده ما بيفرقش في التخزين ولا بيفرق في طعم المانجا. اللي بيفرق ان انت تفضيه كويس قوي من الهواء، ويبقى تعصريها كده كويس قوي في الكيس، وتشيليه وتركنيه على جنب وعلى الفريزر بقى على طول. طيب عايزه اقول لك بقى على انسب ميعاد تخزيني فيه المانجا، في اخر موسم المانجا، مش اول ما تظهر. ليه؟ لان المانجا الكيت اللي احنا بنقول ان هي افضل الانواع دي ما بتستويش غير دلوقتي، اللي هو لما المانجا كلها تبدا تختفي او تقل في السوق، تبدا دي بقى تظهر، وبتبقى خلاص شبعت لحم كده وسكرت اكتر. فاحنا نشيل المانجا نخزنها في اخر موسم المانجا. طيب الطريقة التانية في التخزين هتكون ازاي؟ لو عايزة اعمل كنافة بالمانجا، لو عايزة اعمل تارت، لو عايزة ازين تورتاية بالمانجا، نعمل ايه بقى؟ هنقطعها مكعبات بالمنظر اللي انت شايفاه ده، وبعدين هنحطها في علب بلاستيك، علب كبيرة علب صغيرة، برضو على حسب استخدامك وعلى حسب اللي انت بتحتاجيه. طب ليه اشمعنى علب مش اكياس؟ لان العلبة مهما حطيتيها على بعضها مش هتتكسر ولا هتنضغط ولا هتعصر المانجا، انما الكيس هيعصرها، هتطلع مفتتة معاكي، فمش هتقدري تستعمليها في الحلويات. وبالتالي دي بتشيليها مكعبات، وتيجي تطلعيها تسيبيها تفك شوية بتلاقيها مكعبات زي ما هي. يبقى احنا كده شلناها بطريقة تانية. وكمان حاجة، ان العلب دي تقدري ترصيها فوق بعضها كده، فما بتاخدش مكان قوي معاكي في الفريزر. الحتت اللي بتطلع من المكعبات دي برضو ممكن تتشال للعصير. الطريقة الثالثة بقى للتخزين المعتادة، ان انتي بتغسلي المانجا وتنضفيها كويس، وتلفي كل منجاية في ورق ستريتش او في كيس بلاستيك عادي خالص. بس المشكلة انها بتاخد مكان اكبر وقت التخزين. وبكده يبقى خزننا المانجا ب3 طرق. لايك بقى للمانجا واشتراك في القناة، وكل سنة وانتم طيبين.